نسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيه تعد وتحسب. الجمع الطيب الكريم، وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي تقام تكريما للأمة الغالية والروح الطاهرة، سائلا ربي جل في علاه أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنيئا لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه، فقم بصفاتهم متخلقا. يا قارئ القرآن اقرأ ورتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، والتثقي بوعد الله أن يتحققا. مسك الختام في هذا المقام آيات من كتاب الله العزيز، يتلوها على مسامع حضراتكم نجم قراء محافظة الشرقية، المدعو لكبرى الحفلات الدينية بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد عزازي. أسأل الله له التوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، إما
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم الفاتحة اللهم إنها قد جاءت ببابك وأناخت بجنابك فجد عليها بعفوك وكرمك وجود إحسانك. اللهم ارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان والإسلام عشنا مع مسك الختام، وذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ أحمد عزازي. كانت هذه التلاوة عبر أسير الإذاعات الخارجية والهندسة الصوتية المتميزة لصاحبها المهندس نبيل عبد المنعم من داخل كبرى قصور الفراشة الذهبية ولؤلؤة الإنارة الحديثة والضيافة والخدمات الفندقية الراقية أولاد الحاج البهنسي تحت قيادة المعلم عبد الله البهنسي.
وحدات التصوير والبث المباشر المهندس محمود الملكي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير والاحترام لكل من قام بواجب العزاء. سعدت بصحبتكم على مدار هذه الليلة القرآنية المباركة. كان معكم مصطفى العمدة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.